سؤال رقم 48 في الشكل عندك 3 محولات مثالية اكس وواي وزد. إذا كان جهد الخارج من المحول زد 200 فولت، عايز جهد الداخل في المحول. طيب عايز جهد اللي هنا اللي هو الفي بي في المحول اكس. هنبدأ من الآخر الأول، يعني هنجيب المحول ده وبياناته. عندك الفي اس وهعتبر الفي بي مجهولة، وعدد لفات الابتدائي هي 120، وعدد لفات الملف الثانوي 480. يبقى هقول في اس على في بي بتساوي ان اس على ان بي. الفي اس بكام؟ ب200، والفي بي مش عارفاها، وعدد لفات الملف الثانوي 480، وعدد لفات الملف الابتدائي 120، عشان انت قلت لي ان ده ملف ثانوي. تمام، يبقى ده الثانوي يبقى ده الابتدائي، هنمشي بالمقلوب كده. طيب يبقى انا عايزه الفي بي. الفي بي هتساوي الطرف المتصل 200 في 120 على 480، هيطلع الناتج ب50. يبقى هنا هاجي على الملف الابتدائي ده واكتب ان هو 50 فولت. دي بقى متاخده من هنا، منقوله من هنا، ده يبقى ده 50 فولت. بس ده بقى بالنسبه لده هعتبر ده الثانوي وده الابتدائي. تمام، واجيب الفي اللي هنا، هقول بقى في اس على في بي بتساوي ان اس على ان بي. الفي اس اللي هنا 50، والفي البي هنا اعتبرها مجهوله، والان اس هنا اللي هي مكتوب عليها 60، والان بي هنا اللي هي 360. يبقى انت عندك الفي بي بتساوي 50 في 360، 50 في 360 على 60. هيطلع معاك القيمه اللي هنا 300 فولت. يبقى هتيجي هنا وتقول دول 300 فولت، يبقى منقولين من هنا، يبقى دي 300 فولت. هتيجي بقى على اخر محطه هنا وتقول في اس على الفي بي بتساوي ان اس على الان بي. الفي اس هنا اللي انت جبتها 300 على الفي بي هنا اللي هي كام عايزين نعرفها. طب والان اس هنا اللي هي 120، وهنا 40. يبقى هتبقى الفي بي بتساوي 300 في 40 على 120. صفر مع الصفر على 4، 1 فيها 3، 300 على 3 فيها 100، يبقى 100 فولت. هتبقى دي الإجابة الصحيحة.